المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. تنظيم ورشة عمل حول نتائج الأوراق الدراسية. مجلس الاتحاد الوطني للمرأة يناقش برامج العمل. خدمات علاج العيون ناجعة في مدينة كرم. اتفاق أمريكي تركي على إصلاح العلاقات. الكرملين يرفض اتهامات تحمل مسؤولية هجوم إلكتروني. وانطلاق مؤتمر الأمن في ميونخ. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. نظم المعهد الوطني للمؤسسات التعليمية العليا والأبحاث في 16 من فبراير الجاري ورشة عمل حول 13 ورقة بحثية أعدت بتمويل من مركز الأبحاث والدراسات الوطني. وألقى القائم بأعمال المدير العام للمعهد الدكتور هيلة محجون كلمة الافتتاح ذكر فيها أهمية الدراسات والأبحاث في المؤسسات التعليمية العليا، مشيرا إلى أنه يتوقع من الأبحاث الجارية أن تلعب دورا إيجابيا في إبراز وتوضيح الإشكاليات التي تواجه المجتمع ولعب دور هام للمساهمة بفعالية وحل تلك الإشكاليات. وأشار الدكتور هيلا إلى أن الدراسات والأبحاث الجارية تتماشى مع البرامج والسياسات التنموية الوطنية، داعيا إلى العمل المنسق بين القوى البشرية العاملة في المؤسسات التعليمية العليا مع الجهات الحكومية. من جانبه قال رئيس مركز الأبحاث والدراسات الوطنية البروفيسور زمنفست أجاي إن الهدف الرئيسي للمركز هو تقديم الدعم اللازم لتطور الدراسات البحثية، موضحا أهم البرامج التي يمولها المركز مثل الدراسات البحثية المركزة على إريتريا وتوسيع الأبحاث والدراسات التي تمنح الأولويات الوطنية اهتماما أكبر، وكذلك المواضيع الجارية في ذلك. وقدمت أوراق بحثية في الورشة التي نظمت ليوم واحد حول سبل وكيفية استخدام بذور الشعير بطريقة علمية ومهارات تخزين المحاصيل الحقلية ومرض السل في الماعز والأغنام وتنظيف السواحل البحرية في مدينة مصوع وفوائدها، والاستفادة الجيدة من الأسماك الجافة وأهميتها في ضمان الأمن الغذائي. كما تناولت الورشة أيضا أوراق بحثية حول سمك القرش في إريتريا والأوضاع البحرية وأهميتها في صيد الأسماك والمعرفة ونشاطات الممرضات في سرطان الثدى وفهم المواطنين لمرض الصرع ودراسة معالجي الشتول وتعليم الأطفال وما يتطلبه من دعم وتقييم التنوع الإحيائي الموسمي في خليج الزولا ودراسة علم الأرض والصخور في ضواحي مدينة دك أمحارة. قيم مجلس المرأة للعاملات في الوزارات والاتحادات وإدارات المديريات بالإقليم الأوسط أنشطته للعام الماضي وبحث برامج العمل الجديدة. وقدمت في الاجتماع تقارير حول دور المرأة في البرامج التنموية والسيمينارات والمحاضرات المنظمة للارتقاء بمستوى وعي المرأة في مختلف المجالات وإيجابيات وسلبيات العمل. وقيم الاجتماع على أعمال المنفذة لمكافحة زواج القاصرات ومشاركة المرأة في الانتخابات الشعبية وبرامج أخرى. ووضع اجتماع مجلس المرأة برامج عمل تمنح الأولوية لتأهيل الشابات وتشجيع أبطال التنمية ورفع وعي المرأة في المجالات كافة ومكافحة زواج القاصرات وختان الإناث. وذكرت مسؤول فرع المرأة في الإقليم الأوسط السيدة ألم بلاي في الكلمة التي ألقتها أهمية تأهيل وتدريب المرأة لإمكانيتها أو لمكانتها الجيدة في المجتمع. صرح خبير طب العيون في قسم العيون بمستشفى كرن السيد كحساي شيوم بأن القسم يعمل جيدا في معالجة أمراض العيون وخاصة الأمراض التي تتطلب عمليات جراحية. وأوضح السيد كحساي بأن القسم يقدم خدمات لعلاج العيون العام ومكافحة العمى، مشيرا إلى أنه يقدم أيضا خدمات لسكان إقليم عنسبة وبعض مناطق إقليمي شمال البحر الأحمر والقاش بركة، مما يسبب ذلك زحما وضغطا للقسم. وأشار إلى
إجراء عمليات جراحية في العام الماضي بقدرات ذاتية ل700 شخص في زرقة العين و250 عمليات سهلة أخرى، كما أجريت عمليات خاصة ل414 مواطن بالتعاون مع جمعية البصر السودانية. وذكر السيد كحساي عن ارتفاع عمليات جراحة بياض العيون في الأسبوع إلى 3 مرات نتيجة لظهور المرض في المنطقة بكثرة، كما أجريت فحوصات لحوالي 2000 مواطن بالتنقل إلى المناطق البعيدة مثل منطقة محلاب ورورا منسع وحلحل وعريتاي وحشيشاي وكرمد، فيما أجريت عمليات جراحية ل500 منهم. وقال السيد كحساي إن قضية النظارة الطبية ترتبط ارتباطا وشيكا بطب العيون، ولحل الإشكالية أدخلت في نهاية عام 2017 آلة تنتج نظارات طبية وبدأت تقدم خدماتها للمواطنين. من جانبه ذكر الشاب حسين عبد الله خبير طب العيون بأن الشباب المنضمين عبر مراحل مختلفة لعبوا دورا كبيرا في حل إشكاليات العمل الذي كان عبئا وحملا ثقيلا على شخص واحد في الماضي. وقال المستفيدون إنهم استطاعوا الحصول على خدمات عيون جيدة عن قرب بفضل الخدمات الناجعة التي يقدمها قسم طب العيون في مدينة كرن. جرت انتخابات مدراء الضواحي ولجان القرى في ضاحيتي قرنجاي وحشكيتو بمديرية الدقة في إقليم القاشبركة. وأوضح مدير المديرية السيد محمد إله أن الانتخابات هدفت إلى تحسين الخدمات الإدارية وتبديل المدراء الذين لم يتمكنوا من إنجاز مهامهم لأسباب مختلفة. ودعا المدراء المنتخبون للعمل القوي لإنجاح برامج التنمية وتعزيز المشاركة الشعبية في التنمية. من جانبهم أكد المدراء المنتخبون على العمل المتفاني لخدمة ناخبيهم. توفي في 16 من فبراير مسؤول الامتحانات الوطنية في وزارة التعليم المناضل مسفن تخلة والدباشاي عن عمر ناهز 66 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل مسفن بصفوف قوات التحرير الشعبية عام 1975 وانتدب بداية في القوات المقاتلة ومن ثم في جهاز التعليم، وبعد الاستقلال في وزارة التعليم ليخدم شعبه ووطنه في مختلف مستويات المسؤولية. وللفقيد المناضل مسفن تخلة والدباشاي ولدين، وسيوارى جثمانه الثرى ظهر يوم غد الأحد 18 من فبراير بمقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. وتعرب وزارة التعليم عن بالغ حزنها لوفاة المناضل مسفن تخلة وتقدم تعازيها الحارة لأسرته ورفاقه. مشاهدينا الكرام، نعود مع الأنباء العالمية بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا. على الصعيد العالمي، اتفقت الولايات المتحدة وتركيا على محاولة إنقاذ العلاقة الاستراتيجية التي أقرت واشنطن بأنها وصلت إلى نقطة حاسمة، في حين اقترحت أنقرة عملية انتشار مشتركة في سوريا إذا غادرت المنطقة الحدودية وحدات حماية الشعب الكردية. واجتمع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة تستغرق يومين بعد أسابيع من تصريحات حكومية تركية مناهضة للولايات المتحدة. وشنت تركيا حملة جوية وبرية في الشهر الماضي في منطقة عفرين بشمال غرب سوريا لطرد الوحدات من حدودها الجنوبية. وساعدت الولايات المتحدة الوحدات بالسلاح والتدريب والدعم الجوي والقوات الخاصة. وتعتبرها واشنطن حليفا رئيسيا على الأرض في حملتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وفي اقتراح قد يشير إلى تقدم في جهود التغلب على الخلافات بشأن سوريا، قال مسؤول تركي لرويترز إن أنقرة اقترحت نشر قوات تركية وأمريكية مشتركة في منبج. نفى ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين مسؤولية روسيا عن الهجوم الإلكتروني نوت بيتيا الذي وقع في العام الماضي، وذلك بعد أن انضم البيت الأبيض إلى الحكومة البريطانية في توجيه الاتهام لموسكو. وردا على سؤال الهجوم، كرر بيسكوف تصريحات أدلى بها سابقا حينما قال إن الاتهامات التي أطلقها مسؤول بريطاني بشأن الهجوم الإلكتروني لا أساس لها وتندرج في إطار حملة الخوف المرضي
الاقتصادي من روسيا التي تجري في بعض البلدان الغربية. ويقول البيت الأبيض إن الهجوم شنه الجيش الروسي في يونيو 2017 وأصاب أجزاء من البنية التحتية بأوكرانيا بالشلل وعطل أجهزة الكمبيوتر في أنحاء العالم. بمشاركة أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة وحوالي 80 وزير خارجية ودفاع، انطلقت في مدينة ميونخ الألمانية فعاليات مؤتمر الأمن التي تستمر ليومين. وعلى جدول أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في دورته 54 الذي يعقد في فندق بايرتشيتش هوف العديد من القضايا الأمنية الدولية والإقليمية، ومن بينها الملفات الشائكة في العالم العربي ومحيطه. وعلى هامش المؤتمر سيلتقي عدد من أهم أجهزة المخابرات في العالم لاستعراض خطط مواجهة الإرهاب وما تم تحقيقه من قرارات في الأعوام السابقة. ويوصف هذا الملتقى السنوي الذي يستمر 3 أيام بأنه أبرز مؤتمر دولي للسياسات الأمنية. ومن أبرز القضايا التي سيناقشها هذا العام التطورات الأخيرة في سوريا وعلاقات الاتحاد الأوروبي مع روسيا والولايات المتحدة والبرنامج النووي لكوريا الشمالية والأزمة الخليجية. بعد تثبيت أحزمة الأمان والاستماع إلى تعليمات السلام الأساسية، استقل 12 راكبا طائرة على مقاعد الدرجة الأولى من وسط طوكيو في رحلة الأحلام إلى باريس. ومع عشاء فاخر من 4 أطباق غمر الركاب أنفسهم في رفاهية كبيرة وهم جالسون في المقاعد الوثيرة ويشاهدوا معالم العاصمة الفرنسية مدينة النور باريس في رحلة لم يغادروا فيها قط عاصمة الشمس المشرقة مدينتهم طوكيو. ويقول تاكاشي ساكانو 39 عاما الذي كان في أول رحلة خيالية له إن الرحلة الحقيقية لباريس تتطلب مشقة التحضير كما أنها مكلفة وتستغرق وقتا طويلا، ويؤكد أنه من الأفضل كثيرا أن تتمتع بكل تلك المزايا ومن دون مشقة السفر الحقيقي والتكلفة الباهظة. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.